اول مره سمعنا بميكانو المغرب كنا خدامين في المحل، وجا عندنا واحد الصديق قال لنا باللي افريقيا فكرات في المستقبل ديالنا، ودارت لنا برنامج ميكانو المغرب باش تعاوننا نطوروا المهارات ديالنا. مبادره اللي فرحتنا بزاف وعطاتنا امل كبير في الحرفه ديالنا. انا عضو في ميكانو المغرب لمده 4 سنوات، المده اللي عاونتني فيها افريقيا بزاف، حيت خلقات لنا منصه خلاتنا نتعرفوا على اصدقاء جداد مختلف الاعمار وخبراء في الميكانيك الحديثه. اليوم الا طحنا في شي عطل ولا شي مشكل صعيب كنتشاوروا مع بعضياتنا ومع خبير ميكانو المغرب، وفي وقت وجيز كنلقاو حلول فعاله. التجربه ديالي مع تكوين المعلم كانت ممتازه الحمد لله، كانت بخير، كانت زوينه، تجربه ما كرهناهاش تعاود وتكون فيها المده طويله. كنعرفوا كيفاش نقلبوا لي الالكترونيات، كنديروا دياغنوستيك، كتدير التجربه هذه باش تطور من راسك. استفدت من تكوين المعلم بزاف ديال الحوايج، تلونسينا شويه في مجال الالكترونيات، ولينا كنعرفوا نجبدوا الديفوات، ولينا كنقلبوا لي زيكتروفان، كنقلبوا لي زاكسيواتور، بزاف د الحوايج. كيفاش تخدم جماعيا مع الاصدقاء ومع سميتو، كيفاش تتعامل مع الكليان. كنقولوا واخا يكونوا منيرفين، واخا تعرف كيفاش تتعامل معاهم، تعرف كيفاش تواصل معاهم، كيفاش توصل لهم المعلومه، كيفاش نقلبوا لي كابتور، كيفاش نشخص الحاله ديال السياره، وكيفاش نقرا الشيما الكتريك. استفدت من الدبلوم ديالي بزاف ديال الحوايج، وعطاني واحد الافاق مستقبليه، عطانا واحد الخطوه للامام. مابقاش عندنا هذاك الهاجس ديال التخوف من الطوموبيلات الجداد، وخاصك ديفلوبي راسك باش تكمل لقدام ان شاء الله. ملي كنلاحظ انا خدا يونس ديبلوم ولا تبارك الله معلم في الدياغنوستيك، ديما كنستافد منه كل نهار. النصيحه اللي نبغي نعطيها لخوتي الحرفيين والمهنيين يمشيو يتسجلوا في هذا البرنامج هذا، حيت اصلا برنامج مجاني، ما عندهم ما يخسروا، غادي يستافدوا. شكرا على هذه الفرصه اللي تاحوا لنا مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل وميكانو المغرب وافريقيا، شكرا جزيلا. أفريقيا منبع السعادة.